انا كنت مختفي تقريبا اليومين اللي فاتوا علشان ما كنتش حابب اكون جزء من المشهد العبثي للسوبر المصري. مشهد عبثي الكل فيه صح، الكل شايف نفسه ان هو صح، محدش قابل يكون الغلط، محدش قابل يجيب الغلط على نفسه، الكل صح. وبالفعل هو الطرف ده معاه حق، الطرف ده معاه حق، الطرف ده صح والطرف ده صح، والمخطئ الوحيد من وجهة نظري هو متخذ القرار اللي وصل المشهد لما هو عليه حاليا. نهاية المشهد هي ان الاهلي وبيراميدز في السوبر المصري. بداية المشهد في مشاهد كتيرة جدا، في حاجات كتيرة جدا، تعالى كده نجيبها واحدة واحدة. شرارة الموضوع بدأت من ماتش القمة الأخير في 21 يناير بعد ما انتشر فيديو لمحمود كهربا بيغني فيه مع جمهور النادي الأهلي. نادي الزمالك وصل له الفيديو، وطبعا بما إن في مشاكل ما بين كهربا ونادي الزمالك فعلى طول نادي الزمالك قدم شكوى للجنة المسابقات بيطالب فيها بإيقاف محمود كهربا، ولجنة المسابقات طبعا رفضت لأن مفيش أي حاجة تدين محمود كهربا من حيث تقرير الحكم، تقرير مراقب المباراة، او حتى شريط المباراة الرسمي. وبالتالي اتحولت الشكوى للجنة الانضباط. وتاني يوم ماتش القمة اللي هو يوم 22 يناير خرج رئيس نادي الزمالك المعزول في مؤتمر صحفي وبدأ ان هو يسب ويشتم محمود كهربا. اتقدم من النادي الاهلي بشكوى للجنة الانضباط هو كمان. تم استدعاء محمود كهربا للتحقيقات، وخرج رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم من القضاء الاداري وتطاول على لجنة الانضباط اللي قدمت استقالتها بعد التطاول ده في 26 يناير. وفي 12 فبراير اتعينت لجنة جديدة للانضباط اللي حاليا بيتم دراسة مدى شرعيتها. لجنة تتشال فتيجي لجنة جديدة فتطلع قرار بعد شهرين واسبوع كاملين. الغريب اكتر ان العقوبات او القرار اتسرب للاعلام يوم 18 ابريل بمخالفة واضحة وصريحة لكل اللوائح والقوانين. والغريب اكتر واللي يثير شكوك اكتر ان التسريب ده تم في يوم عزل او صدور قرار عزل رئيس الزمالك. شكوك وريحة غريبة بعد اللقطة دي. رئيس نادي بيهين لجنة فتقدم استقالتها، تيجي لجنة جديدة فتاخد قرار بعد 4 شهور وقبل مباراة السوبر تحديدا. قرار يتسرب للإعلام فضرب واضح لكل القوانين بعرض الحائط. في النهاية متخذ القرار من وجهة نظري هو المخطئ، وفي أشخاص بتلعب لمصالحها الشخصية فقط. عبث محتاج يتعالج ومش هينفع يتعالج. سلام.